السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نتكلموا على السياسة العامة اللي طرحها رئيس الحكومة للبرلمان. قبل بيامات كنا لاحظنا في المواقع التواصل الاجتماعي البرلماني هذاك اللي هدر كما نقولوها حنا في البرلمان. هدر قال لك حنا والله غير عدنا نحشموا عدنا نحشموا نقابلوا المواطنين من غلاء المعيشة، الخدمة ناقصة، هذيك قالوا عندنا كيما نقولوها حنا نحشمو نقابلو المواطنين. صح. نوليو للسياسة العامة تاع البرلمان. السياسة العامة تاع البرلمان تاع السياسة العامة تاع الحكومة عطى مؤشرات حصيلة الشي اللي خدموه من قبل. عطى مؤشرات الكل يجمع باللي إيجابية. الكل يجمع باللي إيجابية. وفي كما نقولها حنا في الاستديوهات تاع لي بلاطو تاع القنوات تاعنا حنا البلاد والنهار. انا الحاجه اللي حاب يقول روماركيتها عطى حوايج ايجابيين. صح، عطى حوايج ايجابيين، عطى مؤشرات بار اكزومبل الزياده في الاجور، المنح، كيما نقولوا حنا دخلوا كيما نقولوا حنا مناصب شغل، الرقمنه في العداله، الرقمنه في هذيك. بصح النقطه الاساسيه وجوهر الموضوع ما طرقوش ليه. كاينين بعض الاعضاء قال لك البرامج اللي مسطرها رئيس الجمهوريه تمشي بوتيره كيما راه درك الانترنت يمشي وتيره ثقيله. انا عند روحي غير انا برك ولا وين راني نسكن انا برك الانترنت ضعيفه. قبيل تعليق في قسنطينه ثاني ضعيفه، تسمى الانترنت ضعيفه كيما الانترنت مثال ضعيفه. وجوهر الموضوع هو البيروقراطيه. هو البيروقراطيه اللي مازالت لحد الان متفشيه ومعطله برنامج الرئيس. انا مواطن بسيط عندي عقل بسيط، راح ندير مقارنه بين برنامج الرئيس وندير مقارنه بين برنامج التعليم. درك في التعليم دايرين لولادنا برنامج، الاستاذ واش يدير؟ يطبق البرنامج. عام هاو البرنامج اللي تقريه الولاد الصغار، برنامج ماشي. نوليو برنامج رئيس الجمهورية، هاو واش لازم تدير ماهوش ماشي، ولا مشى يمشي بالقطرة. قطاع الفلاحة قال لك السنة رئيس الجمهورية طلب باللي السنة على الأقل نحققوا 80% اكتفاء ذاتي في القمح. في السياحة مشاريع البناء والتعمير يعني السكن. وزير السكن في اوت ولا في جويي قال لك في سبتمبر ينطلقوا البرامج السكنية. السؤال مطروح، رانا في سبتمبر، ما هي الأسباب اللي خلات حب يقول
تزيد تطول حتى لاكتوبر ولا نوفمبر ولا 2024. وفي اللقاء الاخير مع رئيس الحكومه وزير السكن قال له في 2024 نديماريو في عدل 3. البرامج رئيس الحكومه قال لك تم توزيع 10,000 سكن. 10,000 سكن هذه تسمى كيما نقولوها احنا استلموها من الحقبه اللي فاتت. تسمى كي جا الرئيس ديجا المشاريع كي جا تبون في 2019 ديجا المشاريع هادو كانوا معطلين، هذا مكان هم خدموهم. درك المشكل تاعنا حنا في البيروقراطيه هذه. البيروقراطيه هذه اللي راهي كيما نقولوها حنا مازالت تحب تهدم الاقتصاد ولا تخلي البرنامج تاع الرئيس ما يمشيش. تخلي البرنامج تاع الرئيس ما يمشيش. البيروقراطيه ما ذكرها، ما سمعتوش انا ذكرها. هو قال لك دار خطاب، دار كما نقولوا احنا 2.5 ساعة، عطى الحصيله تاعو. ثمنوها البرلمانيين، ثمنوا الحصيله هذيك، ودوك يتناقشوا على النقائص. درك انت كي تقول لي الحصيله، انا هاو قداه عندنا دراهم، هاو النمو تاعنا واش كاين. حنا الجزائر قاره، عندنا طاقه شبانيه، وعندنا ثروات، طاقه من الثروات، وعندنا المال، دراهم عندنا. وين راه المشكل؟ علاش راهي الامور تمشي بوتيره بطيئه؟ كي نقولوا بوتيره بطيئه حنا وهضرنا قلنا الشيء اللي تخدم نثمنوه. بصح مازالت هذه البدايه ومازال هذه البدايه ومازال. تفكرت انا خطاب تاع الرئيس بوتفليقه، ما نقول لك الخطاب الثاني ولا الخطاب الثالث تاعو ولا الرابع، مانيش شافي مليح. في لا بيريود وين كان حب يقول يعمل على المصالحه الوطنيه. المصالحه الوطنيه حب يقول من الكوطي تاع الناس اللي هزت السلاح ضد الدوله تاعها، ومن الناس اللي نهبت. قال لهم باه ما يحل الجبهات عليه. واني شرحت لكم انا من قبل الهدف تاعو كيف خدم. قال اللي يسرق ربي يسامحو، معناتها اللي يتحكم في العهده تاعي يسلك. نفس الخطاب اللي قالوا تبون، بصح في باب واحد اخر. الخطاب تاعو ما كانش اللي ما سمعوش، كيما قال له اللي ماهوش قادر على شقاه يا خويا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. خويا ماكش قادر على شقاك اجبد روحك. هنا واش نقولوا؟ هنا واش نفهموا الطيبه واللين. تقدر دير الطيبه واللين مع الشعب، تحن على الشعب، والطيبه مع الشعب. بصح مع المسؤول ما كانش اللين، ما كانش الاختيار. خويا قادر على المنصب هذا، اللهم بارك، ماكش قادر اجبد روحك. ماش هو ماهوش قادر ويضرب 3 شهور ولا 4 شهور
ويزيد يجي واحد اخر ماهوش قادر يزيد يضرب 3 شهور ولا 4 شهور، ويزيد يجي واحد اخر ماهوش قادر يضرب 3 شهور ولا 4 شهور، عام. ونبقاو حنا السياسة الخارجية قوية، وزارة الدفاع قوية، والوزارات الأخرين صح. شكون اللي يدير البيروقراطية؟ اللي ماهوش قادر يمد هو اللي يدير البيروقراطية. كيما نهضروا بار اكزومبل على الرقمنة في الإدارة، كي تولي الرقمنة في الإدارة في جميع أجهزة الدولة، يولي العامل في الدولة هذا يتفرج برك مع الكمبيوتر تاعو اسكو يطيحون بان ولا خلل، والصفقات الكل تمشي، هو ما عنده حتى دخل فيها، ما يقدر يدخل منها ما والو. يدي مليون في الشهر لا 10 ملايين في الشهر، عنده 10 ملايين في الشهر. بصح كي ما تكونش الرقمنة، هو يدي 10 ملايين في الشهر ويعقب لي فاكونس في نيويورك، وعنده 4 فيلات في الإسبان، وعنده 10 فيلات في الآخر. دونك ما تساعدوش، هنا يولي بيروقراطي. درك الجزائر عندها خاصية في الحرب في الثورة الجزائرية، كانت عندها خاصية وتميزت بها على الثورات الكل. الدبلوماسية الجزائرية عندها خاصية وبرزت على المستوى الدولي. دونك لازم تكون عندك خاصية كيفاش تحارب البيروقراطية، ما تكونش تشبه للدول الاخرين اللي يحاربوا البيروقراطية تاعهم، ما تكونش تشبه. انا هذا اقتراح، انا نعطي اقتراح. خويا قادر تحكم الجهاز الفلاني على 3 شهور، نلقى البرنامج اللي مسطرو رئيس الجمهورية ما مشاش، خويا 3 شهور هادوك نحبسك من المسؤولية تاعك وترد لاباي هذيك اللي ديتها. لكن انت وزير تدي 10 ملايين ولا 15 مليون في الشهر، اخويا نعطيك 3 ملايين برك، نحاسبك على 3 ملايين برك. علاه؟ بيسك انت في الوزارة تاعك ولا في القطاع تاعك كنت حساس برك، ما عطيتني والو. وحنا قانون الدنيا ما تمدش ما تديش، ما نبقاش انا اتجاوز واتجاوز واتجاوز اللي يعرفوا الشأن العام قال لك الإدارة الجزائرية راهي قاعدة تمشي بعقلية قديمة وما زالت تمشي بعقلية قديمة. درك انت جربت هزيتاني شونتيون من الإدارة القديمة، هاي النتيجة واش خرجت، تقدر تعممها عليهم بكل إلا من رحم ربك. نوليو بار اكزومبل نعطيو مثال بالولات، لاحظنا بعض الولات عندهم حضور وقاعدين نشوفوا في الخدمة تاعهم ويطلقوا فيهم على المباشر في التواصل الاجتماعي. مثلا هذاك الولي دخل على إدارة ما لقى حتى خدام واحد ما يتسعى في الإدارة، بصح احنا رانا في 58 ولاية وراهم 58 والي، كاينين 2 ولا 3 ولات لا عادوا يخدموا في الخفاء والنتيجة رايحة تبهرنا. هاو حقهم وربي يعينهم. بصح لا كان قاعدين غير يسخنوا في الكرسي
ودرك هادي ماهيش باغ اكزومبل هادي الحكومة الأولى، كانت حكومة من قبل وكانت حكومة من قبل ورانا في نفس النتيجة. واشني هي النتيجة هادي؟ السياسة الخارجية طوب، الدراهم كاينين، الثروات كاينين، الطاقة الشبانية كاينة، وكاينة أزمة داخلية في الشغل، مستوى المعيشة، تضخم. بيان سور يكون عندك تضخم، مادام الخدام ما يخدمش اوتوماتيكمون ما يصرفش، كي ما يصرفش يكون التضخم عند المنتجين. كي يعود التاجر ماشي بعقلية قديمة، ما يدورش، يبيع غالي. دوكون جا هو يدور 1000 نارتيكل يطيح في السومة، هو ودي ارتيكل ما قدرش يبيعهم، يقول لك اخويا انا نطلع في السومة باه ريكيبيري. اقتصاد البازار. ونقول لكم كلمة مش انا اللي قلتها، قالها عبد العزيز بوتفليقة في جنوب افريقيا في المنتدى الاقتصادي اللي داروا. قال لهم يا جماعة تاوعنا راهم ما يعرفوش، وقولوا لهم باللي راكم ما تعرفوش. الاقتصاد العالمي هذا جديد، والعقلية الجديدة هذه ما تمشيش بالكلاسيكي، ما تمشيش بالكلاسيكي. دوك 3 حكومات ولا 4 حكومات باقية توجور المشكل تاعها هي البيروقراطية توجور. دونك البيروقراطيه هذه كيفاه جايه البيروقراطيه؟ مادام ما قدرتش تحارب البيروقراطيه تسمى انت راك بيروقراطي. ما قدرتش تحارب البيروقراطيه، خويا اخرج من المسؤوليه. تجيب لي واحد اداري حياته كامله هو يقرا ومتربي ومنا يطيح في واحد داير الرواد بكل ومسؤول يدوخو ويعطيه معطيات غالطين، ومن بعد كيجي يتحاسب معاه يلقى له 1000 عذر، والاخر بالعاطفه يمشي في مصير امه ويقول له معليش روح اخويا نبدلوك وخلاص. كون ما تكونش المحاسبه بومدين قال لك الشعب هذا قاعد تزيد ديس، كون ترخف عليه يديك يجرحك، كون ترخف عليه يديك يجرحك، والعصا لمن عصا. انا دوك تحطني وزير ما نخدمش ونقنعك باللي 100 المشكل اللي ما خلانيش نخدم وخارج عن نطاقي، ومن بعد تقول لي روح انا. خاطر ما احنا الجزائري باه تفهم بركة سيادة الرئيس الجزائري قال لك انا قهوة وقارو خير من السلطان في دارو. الوزير هذا مع دوك هذا اللي راه وزير كي كان في عمره 20 سنة قهوة ما يسعاهاش، كي يولي يدي 20 مليون في الشهر تبان له خلاص او الحق للطوب، ما متخرجوا عنده راس ما يتحيرش. واحد الصحفي طرح لتبون قال له باللي القضيه قضيه متابعه، يعني اللي تعطيه مسؤوليه لازم تتبعو. تبون قال له مش قضيه متابعه، هذه هو ادرى بواش قال. انا هنا راني ننتقد، بصح انا ماش ننتقد في رموز الدولة، انا ماش ننتقد في تبون، انا ماش ننتقد في شنقريحة، انا ننتقد في الحكومة. خاطر ما الزوج هادو راهم قايمين بالواجب تاعهم وكتر. دوك ماش انا تبون نعطيك نقول لك هاو البرنامج ونسر بيه على الوزراء ونزيد نحضر نقول له هاو كيفاه تخدموا.
عنده مشاكل اخرى ومشاكل كبيره اللي راهي حب يقول انت قادر على غدوه على صباح ربي ملي كنت تحوس على العدس، وانت يا الوزير ملي كنت تحوس على لاباي تلقى روحك في حرب، تلقى روحك في حرب وانت هو اللي متسبب فيها. وقلت انا ديما ما نهضرش على الرجال اللي تخدم، خاطر ما الراجل اللي يخدم ما نقدر نهضر عليه انا وما يقدر يهضر عليه حتى واحد. نهضروا حنا على اللي لا ماتيير غريز تاعو مبلوكيا وبصحانية الوجه قاعد ماكش قادر يجبد روحك، وقلناها من قبل ماكش قادر اخويا اجبد روحك، ما تخلي حتى واحد يتهمك. لكن طلعت حتى في القراد بعد حقت حتى الوزاره بالمعرفه يا خويا استسلم، قول ضحي على الجزائر هذه، ضحي قول انا خوتي مانيش قادر ينعلبوهم انا 70 مليون هذه اللي ندخلها في الشهر وندي امه معايا. ضحي يا خويا ب70 مليون يا اخي، راك نضحي وتقول نضحي على فلسطين، ضحي على شعبك الساع. فلسطين انت ما عنده ما دخلك فيها، فلسطين كاين تبون كاين شنقريحه كاين قطر كاين كذا كاين، انت ما عنده ما دخلك، انت دافع عليه على الجبهه الداخليه. كيما هذاك النهار قلت لك الحزب بن قرينه، نذكروا بن قرينه جا داير اجتماع ما نعرف قدا خاسر عليه، وهذه طوابل وهذه كراسه وهذا ترونسبور وهذا شعب وجاي يهضر على فلسطين. يا هضر لي على تاعنا احنا، هضر لي الداخل، شهضر لي على فلسطين. فلسطين مقايمين بها الرجاله، قوم انت لداخل، قوم انت لداخل. قوم انت لداخل. ونعطي سؤال ونعطي بعد جواب للاسئله اللي راهي تدور في دماغكم. ما نهضرش مع الشعب البسيط، انا نهضر مع المسؤولين. هذا واش يكون واش حاط روحو حتى يهضر هك. انا الشيء اللي خلاني نهضر هك هو حقي وحده، ومنحولي الدستور اللي راك انت تمشي عليه، منحولي الدستور اللي راك انت تمشي عليه، والدستور يحكم فيا وفيك وفي تبون وفي شنقريحه ويحكم في الجزائريين بكل. خاطر ما تبون كي دار قانون بان الناس الكل تمشي تحت يدو تحت القانون. واش معناتها ماش كي نخطي انا تبون انت رايح تخرج هاك ولا تروح هاك، عندك دستور. انا الدستور هو اللي خولني، وتبون هو اللي عطاني التصريح وقال لي خويا ما تعجبكش حاجه هاو الاعلام هاو التواصل الانشغالي لا التواصل الاجتماعي وصل صوتك. انا هنا هضرت مع الشعب وهضرت مع الزطاطة وناظر مع الحكومة خاطر ما هنا على بالي واش كاين واش ما كانش. انا كي نعطيك تحليل سوسيولوجي، خاطر ما انت تقول لي انا عندي الدراهم وعندي الثروات وعندي الطاقة البشرية وانا سخفان والشعب الجزائري سخفان. انا مواطن بسيط نحب بلادي ندافع على بلادي، عدت نحشم كي نقعد في القهوه نجي نشكر بلادي يقول لي هاي ما كانش الزيت، هاي ما كانش الخدمه، هاي ما كانش هذيك، هاي ما كانش هذيك، وما قلتهاش غير انا وقالها البرلماني. والمشكل هذا راهو عميق وقادر يطول. علاه؟ بويسك حنا لي كادر تاعنا اللي راهم في الدولة ما قراش باش يخدم الدولة، قرا باه ياكل هو، باه يتخلص من الفقر هو. ماش حبه في العلم ولا حبه في الوطن.
انا هذا هو النظره تاعي انايا، وانا هذا واقع عايش ونشوف فيه. 58 ولايه دايرها. البرلمان يعطاكم صوته وقال لكم رانا عندنا نحشموا نقابلوا المواطنين، وها هو مواطن بسيط تاني يعطي صوته، تسمى الشعب تاني ها هو يعطي صوته. دوك انت كي تبقى هكا عام يجيب خوه عام يجيب خوه، واش رايك تستنى انت؟ واش راح تستنى الجزائريين يتقاتلوا في بعضهم ولا كيفاه؟ مع خويا في التواصل الاجتماعي راك شفت الحرب السيبرانيه اللي قاعده تقاصي في الغاشي وتقاصي في الشعب وتقاصي. انت قاعد في البيرو ما لا ماتيير غريز مريضه، مع لا ماتيير غريز مخك عضله، ما ماكش قادر اخويا حبس. ونصفقوا لك ونحترموك ونديروا لك تمثال، نقولوا هذا ضحى بالطمع والجشع على جال بلادو. درنا حراك، ما يهمش شكون اللي دارو، المهم درنا حراك مبارك، استقلينا كيما عيد الاستقلال 1962، بصح بقينا محكومين سياسيين واقتصاديين من فرنسا. هكاك دوك احنا تحررنا من العصابة وبقينا محكومين به كيف اسمها، كيف المرض اللي عندنا احنا، البيروقراطية. قانون صارم في مستقبل البلاد، لازم يكون قانون صارم باه اللي يحكم الحكم هذاك. دير اخويا راه تحكم الوزاره الفلانيه، هام الشروط قادر لا ماكش قادر؟ يقول لك مانيش قادر. بصح كي تجيبو تحطو ولا يجي واحد يضمن لك فيه، خطر ما سمعت انا كيما نقولوا احنا مديكلارينهم في هذيك الوزير الفلاني ضمن في الانسان هذاك يحكم القطاع هذاك، وهو اللي قربوا البوتفليقه. ما تضمن حتى في واحد. مادام طير الحكومه ما كاين لا حساب لا والو. لا الحساب هذا حتى يسرق لازم كي يسرق باش تحاسبوها لو روندمون. حاجه بسيطه، ديرها شركه، عندك خدام ما يرى اني با رونطابل، تحبسوا ولا ما تحبسوش؟ تحبسوا. بصح هذا في وزين، بصح في إدارة مصير أمة. خويا تا عندك 5 شهور ما قدمتش خطوة، الدولة عطيتك 270 مليون في الشهر. خويا أنا نحاسبك كيما اللي يخدم في الإدارة، اللي يخدم في الإدارة يدي 3 ملاين، نحاسبك على 3 ملاين نرد هادوك. تسمى حنا دوك الجزائر هادي نقرت ما عندهاش حب يقول مسيرين. ونزيد نعطيك معطايا اخرى، اللي ما يقدرش يسير روحو ولا ما يقدرش يسير دارو وما يقدرش يسير امه. ونكيتي يا خويا هذا الوزير هذا روح الحاله الشخصيه تاعو. لقيت الوزير هذا بنته في الكباري وولده ما نعرف وين، ومن هنا كيف تعطيه مسؤوليه هو دارو ما سيرهاش؟ لازم يكونوا دي بارام ولا معايير باه تختار الشخص. يا انا ما نقدرش نختار الشخص، نولي نبحث عليه ونفتش عليه ونروح عليه وندور ومنا يا ونغلب ما نشتيش نكسر راسي. اني قاعد في البيرو حب
حبسوني، هاني مدخل انايا 70 ولا 80 مليون ولا 2 ملاير من لابي 3 اشهر نروح ندير مشروع، ولا ديجا بيحطوني في بلاصه اخرى. حتى لوقتاه الناس راهي تبذل فيه مجهود ومريسكا برواحها، ويصبروا في الشعب هذا. دوك الوقتاه تبقى تصبر فيه الوقتاه. خلي ضميرك يخدم مع المسؤول، وما عنده ما دخلك في فلسطين وقلنا عندنا الناس، عندها الناس اللي راهي قاعده تكومباطي عليها، لو كومباطي علينا احنا هنا في الداخل. سلام.